لكم النهارده عملت المحشي ده ازاي. يلا اقول لكم على المقادير وطريقه التحضير. سريع جدا، مش مكلف، ما عملتش حاجه، ما سبكتش، كله سريع في سريع. جبت حله زي دي، حطيت فيها الخروعه بتاعت الكرنب في القعريه، وقمت جايه حاطه طماطم حلقات، وفلفل حلقات، وبصل حلقات. ده اللي انا هحط فيه المحشي. جينا بقى هنا في الخلطه على طول. انا كنت مخدعه الطماطم في التلاجة وحطاها وعاملاها يعني غلياها كام غلوه، وموضباها ومجهزاها كده للمحشي. يعني على طول غسلت الرز والخضره، نزلت على الطماطم الجاهزه، الصلصه اللي انا عاملاها، وحطينا التوابل بقى، ملح وفلفل وبهارات محشي، والخلطه كلها كامله مكمله. وزي ما انتم شايفين القمر ده والريحه بقى مش قادره اقول لكم. قطعت بقى الكرنب الجميل ده زي ما انتم شايفين كده، شايفين تقطيع. هنزله لكم مره فيديو واوريكم تقطيع الكرنب بطريقتي، بطريقه الشيف زينب سليمان. انا بقى هحشي معاكم الكرنب. شايفين الورقه عامله ازاي؟ شايفين يا حبيبي؟ انا كده هحشي معاكم كرنب زي ما انتم شايفين كده في ثواني اهو. وهرص في الحله كمان واحده، هنعمل كمان واحده اهو. بصوا، طبعا علشان ما اضيعش وقتكم في الفيديو هنحشي وهرجع ونشوف احنا عملنا ايه في المحشي. حشيت المحشي، وزي ما انتم شايفين كده الواحده بوحدتها. شايفين المحشي عامل ازاي؟ حاجه كده رائعه، بسم الله ما شاء الله، تحفه. كمان ريحته مش قادره اقول لكم، ريحته ماليه البيت كله، جامد جدا، بسم الله ما شاء الله. والله عملته بشوربه الهياكل اللي هي الاجنحه، بس طعمه خطير خطير خطير. يلا جربوا وصفتي وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. وكنت معاكم زينب سليمان. ارجو من حضراتكم تدعموني بلايك واشتراك في القناة للي ما يعرفنيش، واشكركم على متابعتكم. شكرا.